بنات كتير نفسها تنزل تشتغل ويكون عندها مصدر دخل خاص بيها، ولكن بيكون في ظروف كتيرة بتمنعها ان هي تنزل تشتغل خارج البيت. لو انت متزوجة او ام ما عندكيش وقت، فالنهارده بقى انا هقولك على 10 افكار تقدري تشتغلي فيهم من البيت من غير ما تنزلي الشارع، او ان انت تضطري تنزلي تشتغلي بره البيت. بس قبل بقى ما نبدا حابه اعرفك بنفسي، انا منى، دي قناتي تعالي نشرب شاي. لو القناه افادتك وعجبتك يا ريت تعملي لي سبسكرايب وتشتركي في القناه علشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله، وتعملي لي لايك وكومنت حلو لانه بيشجعني جدا. وروحي بقى هاتي ورقه وقلم وحاجه دافيه تشربيها ويلا بينا نبدا على طول. واول حاجه هنتكلم فيها النهارده، لازم تقعدي مع نفسك وتبتدي تكتبي كل افكارك ومشاعرك، ايه الحاجات اللي بتحبيها ايه الحاجات اللي ما بتحبيهاش، وتجاوبي على السؤال ده. سؤال مهم جدا، انا مميزه في ايه؟ ربنا خلقنا سبحانه وتعالى كلنا مميزين عن بعض في حاجات محدده، يعني الحاجه اللي تناسبني ممكن ما تناسبكيش. انا ممكن اكون شاطره في حاجه انت ما تكونيش شاطره فيها، والعكس صحيح. اللي انت شاطره فيه او مميزه فيه انا ما اكونش شاطره فيه. فلازم اهم حاجه تقعدي كده وتعرفي انت مميزه ايه، انت مثلا شغفك ايه الحاجه اللي انت لما بتعمليها بتكوني مبسوطه وبتحبيها وناجحه فيها وشاطره فيها. فكل واحد فينا بيكون مميز عن التاني. واول بقى ما تكتبي كده، او حتى لو انت مش عارفه اسالي الناس اللي حواليكي، هيقولوا لك انت والله مميزه في الحته الفلانيه او انت شاطره في الحته الفلانيه. واول فكره معانا هي الطبخ انت ممكن تبتدي انك تعملي جروب على الواتساب او على الفيسبوك، وتبتدي ان انت تعرضي فيه اشكال الاكل اللي انت بتعمليها، اكله تصوريها وتنزليها وتبتدي تعملي اوردرات من البيت. وكمان تقدري تفتحي قناه على اليوتيوب او على التيك توك وتبتدي تعرضي فيها طريقه عمل الطبخ اللي انت بتقدميه، فيبقى عندك بدل مصدر مصدرين. تاني حاجة الكروشيه او الاعمال الخياطة بشكلها العام، يعني التفصيل او الكلام ده كله. برضك شوفي انت ايه شغفك وتبتدي برضك تعملي جروب وتبتدي تعرضي فيه الحاجات اللي انت بتعمليها اللي انت شاطره فيها. ونفس القصه ممكن تعملي قناه على اليوتيوب او التيك توك وتعرضي فيها الحاجات بتاعتك. تالت فكره معانا هي الشموع ممكن تجيبي الماده الخام للشموع وتبتدي تجيبي قوالب بتاعتك وتبتدي تشوفي على اليوتيوب طريقه عمل الشموع في البيت، وبرضك هيبقى بالنسبه لك مشروع مربح جدا جدا. انا حاطه لكم صور طبيعيه وتعمدت ان انا احط كده عشان الفكره تكون واضحه. الكونكريت هي ماده اشبه بالاسمنت بس بيكون متضاف لها شويه مواد تانية ورخيصه جدا مش غاليه، وتقدري برضك ان انت تخلطيها بميه وتجيبي القوالب وتبتدي ان انت تعملي بقى فازات وكسترات وحاجات من كده زي ما انا موضحه لك في الصوره. واي فكره انا بعرضها لك تقدري تدخلي على اليوتيوب وتشوفي الفكره اللي عجبتك طريقه عملها ازاي. الريزن هي الماده اللي هي بتاعت الايبوكسي اللي هي بتبقى سايله ومع المصلب بتاعها، بس هي غاليه شويه. فلو هتبداي فيها ابداي بحروف، ابداي بحاجات بسيطه علشان لو ما قدرتيش ان انت تكملي فيها ما تبقيش انت اشتريتي ماتيريال غاليه كتير عليكي وفي الاخر انت مثلا ما قدرتيش تكملي فيها. الفكره اللي بعد كده هي فكره الصابون. طبعا فكرتها سهله جدا وتقدري تعمليها من البيت، او الشامبوهات او الشاورات. كل الحاجات دي انت ممكن تجيبي من على اليوتيوب طريقه عملها وتبداي ان انت تكون مصدر دخل ليكي من البيت. وبرضك نفس الفكره تقدري تعملي جروب وتقدري توزعي على جيرانك، تقدري توزعي على الناس اللي حواليكي ويشوفوا الشغل بتاعك. بعد كده هو شغل الهاند ميد ممكن يكون مثلا اكسسوارات معينه او شنط او مثلا توك. كل الحاجات دي لو انت مميزه فيها وشاطره فيها، او اعاده تدوير اشياء، كل ده برضك بيدخل تحت شغل الهاند ميد وتقدري برضك تعرضيه على اليوتيوب او على. طيب لو انا مش عايزه اصنع حاجات في البيت او ما عنديش وقت، انا ممكن اعمل جروب على الواتساب او على الفيسبوك وابتدي ان انا اتعامل مع شركات بتبيع حاجات بالجمله، سواء ميك اب او لبس او مفروشات او اي حاجه. تبتدي ان انت تصوري الحاجات دي او البضايع ديت من عند الناس اللي بيبيعوا الحاجات بالجمله وتعرضيها، ولما يجيلك اوردر بتروحي تاخديها منهم. طيب بعد كده ودي اهم بالنسبه لي نقطه، انك لازم يكون ليكي محتوى خاص بيكي على اليوتيوب في المجال اللي انت شاطره فيه ايا يكن مجالك ايه، او تعملي بودكاست لو انت مش حابه تظهري ايا يكن. المهم ان انت يكون ليكي محتوى على اليوتيوب يكون محتوى هادف تقدري ان انت تقدمي منه نصايح للناس في اي مجال انت شاطره فيه، حتى لو بتشتغلي خارج البيت مدرسه دكتوره ايا يكن. طيب بعد كده ممكن تتعلمي مهاره اونلاين زي برمجه، زي الذكاء الاصطناعي، زي فوتوشوب، زي تصاميم جرافيك، زي التسويق، زي صناعه اللوجوهات. كل دي مهارات انت ممكن تتعلميها ودلوقتي بقت متوفره بشكل كبير على النت، فتقدري ان انت تتعلمي الحاجات دي بسهوله وتقدري ان انت تاخدي منها مصدر دخل كويس. خلي بالك كل الافكار اللي احنا قلناها
ممكن نعمل لها دعايه من خلال اليوتيوب او التيك توك او الفيسبوك، ويبقى بدل المصدر مصدرين زي ما قلت لك قبل كده. اي حاجه انت طبخ، كروشيه، اي شموع، ايا يكن، شوفي الفكره اللي حبيتيها ايه، تقدري ان انت تعرضيها وتعملي لها دعايه على النت، ويبقى ليكي بدل المصدر دخل واحد يبقى مصدر دخلين. تمام؟ طيب حاولي تطوري من نفسك في مجال شغلك ايا يكن، كنت بتشتغلي خارج البيت او جوه البيت. لو اللغه الانجليزيه عندك ضعيفه حاولي انت تطوري من نفسك فيها، ودلوقتي بيكون في كورسات مجانيه وابلكيشن بيكون مجاني، تقدري ان انت تطوري نفسك في اي مجال انت حباه. وبس كده، يا رب بقى الفيديو يكون فادك وعجبك، ولو عجبك بقى ما تنسيش تعملي لايك وتشترك في القناه علشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله، وما تنسيش طبعا ادومه وان كان. يلا باي.